عثمان، أستاذ الجيوتكنولوجي بالجامعات السودانية. عملت عملية موية زرقاء بواسطة دكتور هشام غريب بمستشفى دنيا العيون في أول شارع مصدق. والحقيقة يعني دار أقول كلام بكل صدق إنه يعني أفتكر إنه العملية دي هي أنقذتني من مصير محتوم وهو بلا شك العمى يعني. وأنا سعيد جدا بإنه عملت العملية دي مع دكتور غريب، لأنه يعني قدم لي حاجة أنا عندي علاقة كبيرة مع الدكاترة بحكم السن، يعني إنه يعني بيناقش المريض وبيبسط المسائل بصورة كويسة، وده بيساعد كثير جدا في إنه الإنسان لما يعرف مشكلته يقدر يلتزم بالعلاج ويلتزم بالموجهات بتاعت الدكتور بشكل جيد. وأفتكر إنه جزء من العلاج إنه الإنسان يقدر يتواصل مع الدكتور ويقدر يفهم المشكله الحاصله بالنسبه له شنو. دي حقيقه دي الحاجه اللي لقيتها انا سعيد بالنتيجه وشاكر جدا لدكتور غريب. دكتور امين، الفكره في ان احنا عندنا ميه زرقاء اللي هي ارتفاع مزمن في ضغط العين ما كناش مكتشفينه، لقينا في ضرر شديد على العصب، واخترنا خطه علاجيه لكل عين مختلفه عن العين الثانيه. العين اليمنى اخترنا لها عمل عمليه للميه الزرقاء، عمل فقاعه متغطيه تحت الصلبه. اما العين اليسرى فهي احنا مستمرين عليها على قطرات ضغط العين، لان بالقطرات احنا واصلين للدرجه الجيده داخل العين. ممكن بديل ان احنا نعمل عمليه، فضلنا ان احنا ناخرها شويه ومستمرين على القطرات للعين اليسرى. يبقى كل عين احنا نقدر نعملها خطه علاجيه مرسومه مخصوصه ليها على حسب حاله العصب والضغط اللي جواها والاستجابه للعلاج.